في البداية يا حبايبي بدي أفضي كمية قليلة من زيت الزيتون مثل ما نكون شايفين، وبدي أضيف عليهم البصل وأضيف عليهم الثوم كمان، وبخليهم لحد ما بياخذوا اللون الذهبي، وبعدين بضيف عليهم الفروج. وهلا بدي أضيف الفروج وبدي أخليه ينطبخ ليوصل درجة استواء تقريبا ل70%. طبعا أنا لحد الآن عم بشتغل على نار عالية، ما بدي أضيف له أي نقطة مي بالوقت الحاضر، خليه ينطبخ بالمية الموجودة فيه. وهلا بدي اقلي البطاطا نص تقلاية، مثل ما انكم شايفين انا مقطع البطاطا حبات كبيرة، وكمان بدي اقلي الجزر نص تقلاية. انتبهوا على الفروج منيح وقلبوه كل شوي مشان ياخد لون التحمير من كل الجهات. هلا البطاطا صارت جاهزة عندي. صراحة أنا نزلت البطاطا كان الزيت حامي كثير، مشان هيك أخذت اللون من برا مبين إنه مستوية، لكن هي فعليا 50% مستوية البطاطا. بدي نزل محلها الجزر، طبعا بإمكانكم تقلوا البطاطا والجزر مع بعض، هذا شيء اختياري. وهلا بدي اضيف التتبيلة. في البداية في عندي معجون الطماطم او دبس البندورة كيف ما بتحبوا تسموه. بالنسبة للبهارات الثانية بدي انقسمه عندي على قسمين، القسم الاول بدي تبل فيه الفروج، والقسم الثاني بدي تبل فيه البطاطا والجزر. طبعا بالنسبة للبطاطا والجزر ياخذوا ربع كمية البهارات. بعد ما ضفت البهارات بدي حركهم لمدة دقيقتين 3، مشان الفروجة بتاخذ من نكهة البهارات قبل ما بضيف للمي. بدي اضيف لها كوب ونص مية ساخنة وبغطيها لمدة 10 دقايق. بعد 10 دقايق بدي اضيف البازاليا وبحركها شوي. وبضيف البطاطا والجزر، ما بحركهم نهائيا، بخليهم من فوق لان بدي اياهم يستووا على البخار. وبضيف لهم التتبيلة تبعيتهم. بدي اضيف لهم الثوم باودر والفلفلة الحلوة ورشة الملح ورشة ماجي، وبغطي عليه. وبغطي هالمنظر أحبائي ولا لا؟ شوفوا لي هالتحفة الفنية وعطوني رأيكم فيها. وهيك وصلنا لنهاية الحلقة أحبائي. بتمنى أن تكون الفكرة نالت إعجابكم والطريقة كمان، وتجربوها وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات. وإذا عجبكم الفيديو يا ريت تحطوا لنا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وبإذن الله بنلتقي في فيديو